اصحاب القلوب الضعيفه بقى ما يتفرجوش على الفيديو ده عشان في كلام كبير قوي هنا. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. هنا في عظمه يا جماعه، هنا في عظمه. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب دايما تكونوا بخير. من المطبخ الحلواني كاننا بقى بره مصر، فرنسا، ايطاليا، الكلام الجامد دوت. اكزيكتيف شيف باستري، 19 سنه، خبره حلوه قوي قوي، وقعد يعمل تجارب كتير جدا على تشيز كيك. هنعملها لكم النهارده بابسط طريقه. ارحب بالناس. انا اللي شرفت بيك يا شيف كريم حبيبي، والسعاده ليا طبعا. يا ويلي شيف كريم من الاسطوره بتاعت حبيبي يا شيف حمدي، المطبخ بتاعنا طبعا. وانا اتشرفت ان انا طالع معاك النهارده طبعا. يعاكم الشيف حمدي عامه، 19 سنه خبره في الباستري. ايوه. عايزين نبسط لكم الدنيا ونساعد الناس. اي حاجه، في حد عنده مشكله في اي حاجه في الحلواني تحت امره فيها. كان ناس كتيره بتعاني من التشيز كيك، بتطلع فيها مشاكل وبتاع، فقلنا نحلها ونجيب لهم التشيز كيك النهارده بامر الله، اللي هي بتتعمل في المحلات الباستري اللي هي سبيشال قوي 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 قوي. ايوه، وبالطريقه المبسطه بتاعتنا اللي هي هتعملها في البيت. انا عايز اعمل التشيز كيك، اقوم اعمل التشيز كيك في 5 دقايق. مش هنخبي الريسبي ومش هنخبي اي حاجه. لا والله الريسبي ده على فكره يعني ايه، حاجه بتبقى عايزها على الشيف الحلواني. ايوه، بس ما تستنى يعني، مش هنستخسر حاجه في الناس، تحت امرهم في اي حاجه. شوفوا احلى تشيز كيك في العالم كله. لو إن شاء انتوا الله. اول مره تجربوها في البيت هتعملوها ان شاء الله بكل سهوله ان شاء الله. ويعرفكم التريكات بقى والمزازه بتاعت التشيز كيك. مش لازم تبقى لا، مسكرة على مختلفه عن اي فكرة. تشيز كيك قبل كده ان شاء الموضوع الله. مختلف، مختلفه من تماما ورا العالم شويه ان شاء الله باذن الله. يلا اتفضلوا معانا. حاجه يا جماعه، نبتدي نقول المقادير قدام حضراتكم اهيت، والشيف حمدي هيشرحها بالتفاصيل كلها. خلينا نبدا كده ونقول كمان المقادير ديت تعمل لنا كام فورمه. اتفضل يا شيف حمدي. دولت يعملوا معانا ان شاء الله فورمتين على الكادر ال 24 دوت، تمام اللي هم مقاس 24. يعمل معاك تورتين. تمام. التورته بتطلع معاك 12 قطعه، اللي هو حلو. القطعه اللي انت بتجيبها من المحل العاديه خالص. حلو تمام. الكلام. طبعا عندك كادر زي دوت مبدئيا كده مفيش مشكله. ما عندكش الكادر دوت بتعملها في الصينيه المدوره عندك مفيش مشكله. تمام. وفي صواني بتبقى فيها كليفس من الجنب فصل، هي بتطلع دي بقى أيوة. افضل بكتير. مفيش عادي بتعملها في الصينيه العاليه عندك عادي. ممكن تحط لها فاكيوم من ده لو عندك، او اي فاصل عشان اما تيجي تطلعها بس ما تضايقكش. حلو قوي. طبعا دي الفورمه عندي انا موجوده عندي عشان انا هو حلواني، وبتحط لها استريتش من تحت تمام. فاصل بس وتمام. يلا بينا المقادير اهي. يلا بينا. عندنا 250 جرام من السكر البودره، تمام وعندنا 500 جرام من الزبادي، عندك 50 جرام جيلاتينا باودر، تمام. عندك عبوتين من الجبنه الكيري، العبوه فيها 500 جرام، كل عبوه تعمل تورتايه. تمام. عندنا 500 جرام من الكريمه اللباني، وعندك 300 جرام من البسكوت السابليه او بسكوت اوليكار، اي لو مفيش بسكوت سابليه ممكن نشتغل باي بسكوت سابليه. المتواجد عندك مفيش مشكله منها. تمام. وعندنا هنا 30 جرام من الزبده. حلو قوي. تمام. حلو قوي. هنبدا كده باذن الله. المقادير ديت تعمل 2 فورمه مقاس 24. مقاس 24. نقسم المقادير دي نعمل فورمه واحده. نعمل فورمه واحده اهو. يلا تمام. بينا. هنا عندنا 50 جرام من الجيلاتين. تمام. هنديله 100 جرام من الميه. الحلواني يا جماعه لازم يكون في ميزان حساس او ميزان اللي هو ديجيتال. ايوه تمام. على اساس برضو ان الجرام بيفرق في طبعا الحلواني. طبعا طبعا طبعا. تمام كده. ونحطه على حمام البخار حلو قوي. يسيح. طبعا بعد ما بيسيح بنصفيه وبنديله سنه الفانيليا عشان تمام الجيلاتين كده. والكلام ده تمام. تمام. هنبدا هنا نعمل البسكوت الصابليه معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا طحنا الصابليه كده زي ما انتم شفتوا يا جماعه، بس يبقى ايه، مش بودره، يبقى مجروش. وهننزل عليه بالزبده. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط 10 جرام من السكر الخشن مجروش. دي بقى بتخلي الطعم في حته ثانيه خالص. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. نحط هنبتدي كده نعمل الديسك بتاع التشيز كيك. ان شاء الله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه توزعه كويس، ما تخليش في حاجه عالي واطي معاك. حلو. تمام. هننزل بعلبتين جبنه، وزي ما قلنا نقسم المقادير. لو احنا حابين نعمل طرت واحد بس هنقسم كل المقادير اللي احنا قلناها في البدايه. تمام. نبتدي ننزل بالسكر البودر. تمام. بص يا جماعه كده احنا ضربنا هيك الجبنه والسكر ما بقى كريمي خلاص اهو. تمام. تمام. شايفين القوام عامل ازاي؟ معلش بس ايه، ما بقاش فيه اي تكتلات خالص. خلاص اهو. بص شايفين يا جماعه. بقى القوام كله كريمي. تمام كريمي. تمام. ايوه. تمام. نبدا بقى ننزل الزبادي. بالزبادي. ايوه. الزبادي يا جماعه بنحاول نصفيه من الميه على قد ما نقدر. تمام. هتدعوا لي على الوصفه دي والله. ايه؟ هتدعوا لي على الوصفه دي والله. ايوه. لا ياكل التشيز كيك هيقول لي انا ما اكلتش التشيز كيك فعلا قبل كده. تسلم ايدك يا شيف. يا شيف كريم. نضرب الكلام ده وبعد كده ننزل بالكريمه. تمام.
هنا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، بعد ما حطينا الزبادي وحطينا كمان الجبنه الكريمي والسكر البودر، الشيف حمدي بينزل بايه دلوقتي؟ بتنزل بايه؟ دي الكريمه. الكريمه اللباني. اول حاجه الجبنه والسكر البودر، تمام. بعد كده الزبادي، واخر حاجه الكريمه. اخر حاجه الكريمه اللباني. بعد كده هناخد الخليط وهنحطه في بسيمه، ما نقلبش الجيلاتينه بقى في المضرب عشان ما تخلصش مننا. تمام. دي اهم تكايه في الموضوع عشان حاجه ما تبص منك. حلو قوي. هناخد الخليط ده دلوقتي، تعالوا معانا ننزله في البسيمه ونقلبه على ايدينا، اوريكم هيتقلبوه ازاي بطريقه هاديه وكويسه عشان حاجه ما تبص طيب مننا. اخر حاجه هتضيفها هنا واحنا شغالين كده الفانيليا، صح كده؟ الفانيليا طبعا لازم الفانيليا، لان احنا قلنا طبعا لو انت بتحب دي الفليفر دوت مثلا عايز تحط عليها مانجا. ايوه. الناس بتحب تاكل تشيز كيك كلها بطعم المانجا، مش من فوق بس، هتحط تضيف عليها مانجا، لوتس، لوتس، فراوله، نوتيلا، اي منكهات هم بيحبوها براحتك بقى. عايز تحط على الخليط اي شيء، تمام. دي بتاعتك انت، الحاجه اللي انت بتحب تاكل التشيز كيك بيها ممكن تحطها على الخليط. حلو قوي. بس احنا بنعملها كده، دي انت عايز اعمل لك التشيز كيك اللي هي بتاعتنا، بتاعت المطاعم والفنادق والمحلات، اللي هو تشيز كيك فانيليا، وانت بقى بتحط فوق من فوق التوبنج اللي انت عايزه، الكراميل، التوبنج اللي انت بتحبه من فوق. حلو جدا. ده الستاندر بتاعنا، ده الستاندر. اديك الاساس، وبعد كده انت هتشتغل في كل حاجه تبقى بسيطه بالنسبه لك. ايوه، على حسب بقى انتوا بتحبوا طعم ايه اللي بتحبه. انا بديك الطريق اللي انت تعمل بيه الاساسي، حاجه سهله وبسيطه. تمام. بعد كده انت هتقدر تعمل اي حاجه، عايز تضيف فراوله، لوتس، نوتيلا، اللي حبه تحط عليه، كلها طيب. هتبقى طعمها خيال. دي الفانيليا. دي الفانيليا اللي نازل بيها اهوت. تمام. سنه فانيليا سايله، فانيليا محترمه وجميله، هتخليك الطعم في حته ثانيه خالص. يلا بينا نكمل. يلا يا باشا. عايز اقول لكم يا جماعه، انا دقت الخليط دوت كده قبل ما يسقع لسه، او قبل ما يضيف له اي حاجه. عايز اقول لكم طعمه روعه الروعه بجد، عالمي. حبيبي يا شيف كريم، الاصلي اصلي برضه. حبيب قلبي يا شيف كريم، ربنا يخليك. تمام انت معايا، شايفين الخليط عامل ازاي؟ كريمي اهو. تمام. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. انا احمد لما انزل بجيلاتينا سنه بس بقى الجيلاتينا بتقلب على ايدينا، ما بتقلبش في المضرب يا جماعه. تمام. اتجاه واحد. انزل يا احمد. يعني برضه قول لي وانت شغال كده، هم هيحسوا ان هم بيتقل، ان هو الخليط بيتقل مثلا، ان هو اول ما يتقل يربط انزل بيه في الفرن على طول. تمام. خلاص كده اهو. الله ينور يا ابو حميد. احمد الدراع اليمين بتاع الشيف حمدي. الله ينور يا احمد. يملى الفورمه للاخر. تمام. ويسيب مثلا 2 سم ولا حاجه على اساس التوبنج برضه. التوبنج من فوق. تمام. الله ينور يا شيف. عليك. الحركه اللي هو بيعملها ديت كده بيفرغ الهواء عشان خاطر ما يبقاش فيه هواء او حاجه، وهو بيقطع الاستاذ يطلع معاه مظبوط. الله ينور. تمام. حلو قوي قوي الكلام ده بالسنتي. بس هو ابو رايك معانا الكادرين بالملي. بص اهو. طيب احنا هنعمل دول يا جماعه بمنكهات مختلفه، طعمين طبعا مختلفين عن بعض. هنحطهم في الفريزر حوالي ساعتين او 3 ساعات. يشدوا طبعا. الخليط ده يشد كويس قوي، وبعد كده اوريكم الفينش والبرزنتيشن، وهوريكم الحاجه في الاخر الكواليتي بتاعها طالع شكله عامل ازاي. تمام. هنحطها في الفريزر ونشوف بعد كده هنعمل ايه. يلا بينا. اتفضلوا. عندنا الراسبري اهوت. ايوه بصوا الكلام يا جماعه. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. عن المزازه بتاعت الراسبري مع التشيز كيك، الحكايه بتبقى جميله جدا. الراسبري بصراحه. مع التشيز كيك طبعا حاجه كده موضوع كبير، جميله جدا 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 جدا. نافوره كراميل. طبعا ده كده لسه يعني ما فيش اي برزنتيشن، ما عملناش كمان يعني اي حركات بقى من بتاعت التورت والكلام ده. لوحدها كده ما شاء الله بتتكلم عن نفسها، والاصل طبعا اكيد احلى من الصوره. بصوا يا جماعه، بعد ما خلصنا الصوصات حطينا هنا الراسبري، ما عملناش اي برزنتيشن خالص. يعني ممكن نحط هنا مثلا بينز راسبري ونحط وايت شوكليت مثلا، البرزنتيشن او الجرنش يعلى، وهنا كروكاندي على الكراميل، او نحط مثلا اي شوكليت بصوص الكراميل. اوريكم كمان بعد ما نقطع السلايز ونعمل له البرزنتيشن بتاعه يبقى شكله عامل ازاي وبتقدم ازاي عندنا. زي ما انتم شايفين كده. اتمنى فعلا تجربوا الوصفه ورب تكون عجبتكم، ولو محتاجين مننا اي وصفات في الديزرت الشرقي او الغربي على طول في الكومنتات واحنا تحت امركم. سلام على عظمه، يا سلام. تفاصيل تفاصيل. وريني يا عم الجمال. ايوه
القلوب الضعيفه بقى ما يتفرجوش على الفيديو ده عشان في كلام كبير قوي هنا. سلام عليك يا شيف عبد. حط لي بقى وايت شوكليت هنا كده. تمام. وايت شوكليت. اوكي تمام. بصوا بقى الكلام فور سيزون يا جماعه. هنا انت بتتكلم في فندق 7 نجوم 12 نجمه 15 نجمه، يعني احنا معديين. تسلم ايدك يا شيف. يلا الراسبري الصوص الجميل. اوه اوه